بس في حاجه كده كانت بتحصل في السينما ما كانتش عجباني بصراحه. يعني انا مثلا كان قدامي مجموعه بنات 16 17 18 سنه وكانوا بيضحكوا على الافيهات دي. انتوا فاهمين ايه اللي بيتقال؟ انا مش عارف الذوق العام حاضر قوي كده ولا هم ايه، انا مش فاهم. نزل في العيد السنه دي 4 افلام، والنهارده هتكلم عن فيلمين منهم. اكتر فيلم عجبني واقل فيلم عجبني. واكتر فيلم عجبني هو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث القاضيه. هل الفيلم بكل الضجه اللي هو عاملها دي والهايب اللي هو عامله ده فيلم حلو ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهارده. وقصه الفيلم باختصار ان ولاد رزق بيرجعوا للجريمه تاني بعد ما قالوا هنبطل. بس الفيلم ده فيه عنصر جديد وهو آسر ياسين بدور الشايب. يا ترى ايه تفاصيل الجريمه وايه اللي هيحصل معاهم؟ هو ده اللي هنعرفه. والفيلم من بطوله احمد عز وعمرو يوسف وعلي صبحي وكريم قاسم وآسر ياسين وغيرهم. وزي ما كلنا عارفين احمد الفيشاوي واحمد داوود مش موجودين في الفيلم ده. بس هل الفيلم اتاثر بغيابهم؟ انا بالنسبه لي لا، وده بسبب التعويض اللي عمله آسر ياسين وعلي صبحي غير ضيوف الشرف اللي كانوا جامدين جدا في الفيلم ده. نايس ستوري يا رضا. في ظهر بعض. والايجابيات بالنسبه لي في الفيلم ده بتتمثل في حاجتين. اول حاجه هي الصرف. لا الفيلم فعلا مصروف عليه. تحس ان الفيلم كده الاكشن بتاعه نضيف، التصوير بتاعه نضيف، تحس ان التصوير ومشاهد الاكشن متصوره بكاميرا نضيفه كده. عارف لما يكون معاك اندرويد وفجاه تروح جايب ايفون؟ لا ده في فعلا اختلاف في الصرف، وده بيبان اكتر في طريقه التصوير والعربيات الفارهه اللي بتتكسر. بوجاتي بتتكسر ولامبورجيني بتتكسر. انتوا جايبين الحاجات دي منين؟ فعلا الصرف من ايجابيات الفيلم ده. والايجابيه الثانيه بالنسبه لي هو طارق العريان في الاخراج. طريقه التصوير والاخراج كانت حلوه جدا جدا، تتفوق على الموسم الاول والثاني. وبقول كده لان الجزء الاول والثاني كانوا حلوين جدا اخراجيا، ما بالك ده كمان علق عليه. تيجي معانا حد رابع. هاي يا شريف معايا ضيوف. والفيلم زي ما فيه ايجابيات في سلبيات، والسلبيه الرئيسيه بالنسبه لي هي الالفاظ اللي كانت اوفر في الفيلم ده. ودي سلبيه ومش سلبيه بالنسبه لي، لان الافيهات والايحاءات والكلام ده كله بنسمعه في الشارع اصلا، واحنا كشباب لا احنا بنقول الكلام ده كتير، وده مش غريب علينا في افلام ولاد رزق. شفنا ده في الجزء الاول والثاني بس ما كانتش اوفر قوي كده. بس الكلام ده لو احنا شباب بس اللي هنتفرج على الفيلم، بس والدتك هتروح تتفرج، اختك، مراتك، كل دول هيشوفوا الفيلم في السينما. هل ده طبيعي انك تكون قاعد مع خطيبتك مثلا وتلاقي افيه من الافيهات اللي كانت في الفيلم يتقال قدامها؟ ما اعرفش بصراحه المنطق اللي هم مشوها بيه. عشان كده بقول دي كانت سلبيه ومش سلبيه بالنسبه لي. سلبيه لفئه معينه من الناس ومش سلبيه لفئه معينه من الناس. انت متعود على نوعيه الافلام دي ومتعود ايه اللي بيتقال فيها، بس فعلا الفيلم ده بالنسبه لي كان اوفر شويه، في حاجات تعدي وحاجات ما تعديش بصراحه. بس في حاجه كده كانت بتحصل في السينما ما كانتش عجباني بصراحه. يعني انا مثلا كان قدامي مجموعه بنات 16 17 18 سنه وكانوا بيضحكوا على الافيهات دي. انتوا فاهمين ايه اللي بيتقال؟ انا مش عارف الذوق العام حاضر قوي كده ولا هم ايه، انا مش فاهم. ما اعرفش بصراحه، بس كل الافيهات اللي كانت فيها كده لا كان في ناس بتضحك، ناس يعني بنات صغيرين، ما اعرفش هم فاهمين ولا بيضحكوا خلاص ولا ايه، بس اتمنى يعني يكونوا بيضحكوا خلاص. وبالنسبه للتمثيل احمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم اتطوروا كمان عن الجزء الاول والثاني. لا تمثيلهم ما كانش فيه غلطه بصراحه. والاضافات في الفيلم ده كانت حلوه جدا كمان، وبالذات آسر ياسين في دور الشايب. لا دور السايكو ده عجبني بصراحه في الفيلم ده. وطبعا طبعا طبعا عايز اتكلم عن الراجل ده احمد الرفاعي. الراجل ده عمل دور من احلى ادواره، واظن ان الدور ده ممكن نكمل معاه شويه، ممكن نستخدمه في افلام ومسلسلات جايه كتير. لا الراجل ده بالشخصيه دي والهبه دي، لا الراجل ده عامل دور حلو جدا بالنسبه لي، واحد من احلى الادوار في الفيلم. التمثيل عموما كان حلو جدا سواء من ابطال الفيلم او حتى ضيوف الشرف، وبالذات كريم عبد العزيز. اول ما كريم عبد العزيز طلع السينما كلها بتسقف. انت ما تعرفش هما بيسقفوا ليه، بس هو ليه هيبه كده في السينما، مع اننا عارفين ان كريم عبد العزيز طالع في الفيلم وتركي آل الشيخ كان حارق لنا كل ده قبل الفيلم اصلا. بس بصراحه المشهد بتاعه كان خرافي، مع ان كريم عبد العزيز عامل لي بلوك على تويتر يعني ما اعرفش ليه، بس بصراحه دوره في الفيلم الشويه اللي طلع فيهم لا كان خطير. وعدتي فكرة المكان هنا ما يقلقش، جو عائلي. المرة اللي فاتت انت بتخوني يا ربيع. يعني انا يوم بحب حتى البلوت تويست في اخر الفيلم كانت حلوه جدا، وبالنسبه لي توازي البلوت تويست اللي كانت في الجزء الاول. الاثنين جزء لا يتجزأوا من بعض بصراحه. وصلاح الجهيني تحس ان هو مختلف في البلوت تويست بتاعته. انا شفته في دور 16 مع مهدي، لا الراجل ده عنده فكر خطير. وصلاح الجهيني عرف يحبك البلوت تويست حلو جدا. الراجل ده دماغه فعلا عجباني بصراحه. فيلم ولاد رزق الجزء الثالث فيلم حلو جدا بالنسبه لي، فيلم عيد حلو جدا بالنسبه لي. لو شفته قول لي رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتوش مستني ايه؟ اكشن حلو، كوميديا حلوه، سلبيه واحده بس الايحاءات وبتاع، روح لوحدك او روح مع اصحابك وهتستمتع بالفيلم. لو شفته قول رايك في الكومنتات.
الفيلم ده بصراحه خايب ظني فيه جدا، لاني كنت داخل فيلم ولقيت فيلم تاني خالص، والفيلم ده فيلم اهل الكهف. سبيل من اعظم واشجع الرجال. والفيلم ده من بطولة خالد النبوي واحمد عيد ومحمد ممدوح ومحمد فراج وغادة عادل وغيرهم. وقصة الفيلم ده متاخدة من القرآن، هم واخدين القصة وعاملين قصة محاكية ليها، وهم قايلين كده في أول الفيلم بصراحة عشان ما حدش يدخل معاهم في النقاشات دي، لا انتوا معدلين فيها، لا انتوا عاملين فيها، لا هم قايلين لك كده في أول الفيلم عشان ما حدش يتكلم كتير من الآخر. والقصة بسيطة جدا، إن ناس بيدخلوا كهف بيقعدوا فيه 300 سنة وبعد كده بيطلعوا، إيه بقى اللي هيحصل؟ إيه اللي حصل لهم؟ إيه اللي اتغير؟ كل ده هنعرفه في الفيلم ده. واكتر حاجه عجبتني في الفيلم ده هي طريقه اللبس والديكورات، والصراحه الطريقه اللي كانوا شغالين بيها كانت حلوه جدا، كل حاجه لايقه على بعض، اللبس ده لايق على الديكور ده، مفيش حاجه مثلا خيشت كده منهم. ومش هتيجي بعد الفيلم تقول الديكور ده مش لايق على المشهد ده او اللبس ده لا ده من زمن تاني، لا اللبس والديكورات كان متعوب فعلا عليه. والفيلم ده تقدر تشوفه مع اي حد، مع مراتك، مع خطيبتك، مع اهلك، مع اصحابك، مع اي حد، ما فيهوش نفس السلبيه اللي كانت في الفيلم اللي فات. اكيد انت مكمل الفيديو طبعا فاكيد عارف السلبيه ايه. الفيلم تاريخي ما فيهوش اي حاجه، فيلم نضيف يعني. الاكشن كان حلو والكوميديا البسيطه اللي كانت موجوده كانت برده كويسه في الفيلم ده، يمشي حالها يعني. انا مش عارف ايه اللي رماك على المرار ده، انا اعرف كهف مش ممكن يوصلوا له. الفيلم ما عجبنيش ليه؟ لاني كنت داخل بهايب بصراحه ان انا داخل اشوف عظمه، داخل فيلم اشوف الرساله التاني، داخل فيلم يعني مثلا فيلم الكنز لسه الفيلم لسه جديد وكان حلو جدا وكان فيلم تاريخي وبيتكلم عن حقب زمنيه كويسه واللبس فيه كان كويس والديكور كان فيه كويس، لاني بصراحه الواحد كان داخل الفيلم لا انا كنت مستني اكتر من كده بكتير، الواحد تطلعاته كان في السماء، طالعين من السينما كلنا محبطين سواء انا او الناس اللي كانت بتتفرج معايا. حتى التصوير والتمثيل بالنسبه لي ما كانش مثلا تصوير خرافي او تمثيل خرافي ولا اداء كل واحد عامل احلى اداء عنده، لا كل واحد في الفيلم ده عامل اداء من اقل اداءاته، بس افضل اداء تمثيلي بالنسبه لي كان احمد عيد، لا احمد عيد كان واكل الجو في الفيلم ده. فيلم اهل الكهف فيلم عادي جدا وفرصه مهدره ان احنا نعمل فيلم عظيم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تقول لي في الكومنتات ايه اكتر فيلم عجبك في عيد الاضحى السنه دي، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي جديد. وبس كده، ده كل كلامنا عن فيلم ولاد رزق واهل الكهف. لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام. مستني ايه؟ مستني ايه؟ انت ولا عملت سبسكرايب ولا عملت شير لصاحبك على واتساب، ما عملتش اي حاجه، خليك قاعد زي لا انا مستنيك اهو. اعمل يا باشا سبسكرايب وقول اعمل، مستني ايه؟